بيعمل 500 جنيه. انا هعمل حاجه دلوقتي محدش عمل زيها قبل كده. لا ده كمان ده مهم لو انت لسه هتبدا في حاجه جديد. اسهل فلوس هتكسبوها في حياتكم. حاول دايما اقول لك اقل الامكانيات اللي تبدا بيها مش اعلى الامكانيات. طب يا جدعان انا لسه واصل لاول مكان هنشتغل فيه ان شاء الله. انا النهارده متحمس جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم جديد، مغامره جديده، معاكم اخوكم محمود سولو. وانا بتكلم بسرعه ان انا النهارده متحمس جدا 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 عشان النهارده انا هشتغل على طعم من اغلى انواع الطعوم اللي الناس بتصطادها في اسكندريه، الا وهو النطاط. طب ايه في ايه مين؟ طيب عارف ان انتوا مش فاهمين اللي انا بتكلم فيه ده عباره عن ايه، بس النطاط ده يا جدعان من اغلى الطعوم اللي انت ممكن تصطادها. كيلو منه بيعمل 500 جنيه. ده عباره عن جمبريه كده، بتبقى جمبريه شفافه عامله شبه الازاز. السمكيه الكبيره اول ما بتشوفها بتهجم عليها على طول. فهو الطعم ده عامل شبه الافيونه كده بالنسبه للسمك. اضرب لك حجرين ولا نجيب جولين ولا بتشرب بيره. فبالتالي قليل جدا والاقبال عليه كبير جدا، فبالتالي سعر الكيلو منه 500 جنيه. انت متخيل؟ وانا جربت اليومين اللي فاتت اجرب، يعني نزلت عليه مره او مرتين. مره منهم خدت حوالي 3 جمبريات لان هو صعب جدا نسيته بصراحه، ومره تانية خدت حوالي 30. ربنا ساعتها كرمني وكنت مبسوط جدا. فالنهارده هجرب تاني انزل ان شاء الله، ان الحوار عجبني وهنجرب نصطاد تاني وهنشوف ان شاء الله ربنا يكرمني بقد ايه. فلو انت زمان عايز تشترك معايا النهارده في المغامره ديت، ما تنساش تحط لايكه وتشترك في القناه، عشان ان شاء الله كده لما اوصل يا عم 500,000 مشترك تيجي تقول لي يا واد يا زور ده انا كنت مشترك عندك ايام ما كنت. احنا كام دلوقتي؟ استنوا كده. ايام ما كنت 500 مشترك وبتاع واخيرا بس اخيرا ما تنساش بعد ما تشوف الفيديو ده تكتب رايك في الكومنتات. لو عندك اي استفسار ممكن تبعت لي على انستا او على البيج بتاعت الفيسبوك بتاعتي، هتلاقي كله في الوصف. حاجه اخيره عايز اقول لكم عليها، النطاط من الانواع اللي ما ينفعش تشتغل عليها بالنهار، بتصطادها بالليل. لذلك اشوفكم بالليل نبدا الفيديو بتاعنا. يلا بينا. ورجعنا لكم تاني بالليل. طبعا انتوا مش شايفين اي حاجه عشان الدنيا ليل. هستنى كده ولعوا النور. ايه رايكم كده احسن صح؟ طيب احنا دلوقتي ان شاء الله مستعدين ان احنا نتجه عشان نشتغل ان شاء الله على النطاط. هنا بس قبل ما ابدا اقول لكم الحاجات اللي احنا هنحتاجها عشان نصطاد النطاط. اول حاجه هنحتاج ملقاف عشان نلقف بيه النطاط، وانا بصراحه ما كانش عندي ملقاف، فجات لي فكره كده ان انا اعمل واحد عن طريق ان انا جبت المواسير اللي هي الخضراء بتاعه الصرف الصحي، وبعد كده لويتها بطريقه معينه، وبعد كده بطنتها كلها بالشبك بتاع صيد كان عندي قديم، وبس في الاخر طلع ملقاف بالشكل النهائي بس المشكله ان هو طلع قصير. فجت لي فكره تانية ان انا اجيب عقلتين بتوع بوصه قدام عندي واشحطهم جواه، بس الفكره ان هو برده كان بيطلعوا منه. فجبت الميني دريل بتاعي. خرمت الملقاف في الفرن.
خرمت العقلتين بتوع الجوز خرم كمان، ووصلتهم في بعض. بس بعد كده المقلاف جاهز، بيتفتح ويتقفل زي البوصة. رقم 2، محتاج يبقى معاك شبكة صغيرة أو إزازة مية أو أيا كان أي حاجة تحط فيها النطاط، لأن النطاط لازم يفضل عايش، ولازم تضمن إن هو يفضل عايش، إن هو لو مات للأسف مش هيبقى ليه أي لازمة. إن هو القصة إن هو النطاطية أو الجمبرية تفضل صاحية، عشان ده اللي بيستفز السمكة ويخليها تجري على الجمبرية. وحتى أنت لو بعد كده حبيت تستخدمه أي وقت او تبيعه، لازم تضمن ان هو يفضل صاحي، عن طريق بقى ان انت بتحطه في ازازه ميه، او ان انت بتحطه في شبكه وتسيبها في الميه. لو انت مثلا في حته ضامنها او ضامن الحاجه بتاعتك مش هتتسرق، الافضل انت طبعا تحط النطاط في شبكه وتسيبها في الميه، تبيته في الميه، يعني يفضل بايت في الميه. رقم 3، لازم يبقى معاك كشاف، مش كشاف يد، لان انا اول ما بدات اصطاد كنت بصطاد بفلاش الموبايل، وللاسف كذا مره التليفون كان هيقع مني ان انا بتنطط على الصخر عشان اصطاد النطاط. وانت برضه هتعمل كده، فلازم يبقى معاك فلاشر اللي هو بيتحط على الدماغ دوت، عشان دوت هيخليك تركز اكتر ان انت تلقف النطاط وان انت تتنطط على الصخر في امان، بدل ما انت تركز ان انت تنور وفي نفس الوقت تتنطط، فبالتالي ممكن تقع والحاجه اللي معاك ممكن تقع، واحنا مش عايزين ده يحصل. اهم حاجه السيفتي، فبالتالي هات كشاف تعلقه على راسك، هنشتريه ان شاء الله دلوقتي وهنوريكم شكله عامل ازاي. انت كمان محتاج الكشاف دوت عشان تنور بيه في الميه عشان تشوف النطاط، لان هو من غير الكشاف مش هتشوف اي حاجه، لازم تنور في الميه عشان هو النطاط بينور لما النور يجي عليه. هوريكم ازاي كمان شويه. واخيرا وليس اخيرا، تاكد ان انت تلبس هدوم رياضيه، بنطلون سويت بانس او حاجه مريحه وكروكس، حاجات زي كده، عشان انت هتنطط على الصخر كتير، وفي نفس الوقت ممكن تتبل من البحر لو انت هتنزل في برك او حاجات زي كده، فلازم تضمن ان انت يبقى معاك هدوم مستغني عنها يعني. بس كده دي كانت العده اللي انا هستخدمها ان شاء الله في فلوج النهارده. يلا بينا نتوكل على الله عشان نبدا مغامره النهارده. طب يا جدعان انا دلوقتي جبت الكشاف اهوت. واللي هيسالني انا ليه لابس نضاره شمس بالليل، هقول له عشان انا شاب جامد فشخ مفيش مني اتنين. ودلوقتي يلا بينا نتجه لاول مكان عشان نبدا نصطاد النطاط. طب يا جدعان انا لسه واصل لاول مكان هنشتغل فيه ان شاء الله، وما شاء الله البدايه مبشره، في نطاط كتير قوي هنا فاهمني. عايز اوريكم بقى اشكاله في المايه شكله عامل ازاي، عشان لو حد عايز يصطاده يعرف يعني ايه يعمل ايه بالظبط. بصوا كده، في واحده شايفينها، بصوا بتضرب عليها النور كده فبتبان. انا هعمل حاجه دلوقتي محدش عمل زيها قبل كده، اللي هو انا هنزل الكاميرا في الميه عشان خاطر اوريكم شكل الجمبري في الميه عامل ازاي. ورغم ان انتوا ممكن ما تشوفوش قوي، بس فعلا في جمبريه دلوقتي، وزي ما قلت لكم عشان هو شفاف فمش هيبقى ظاهر قوي. تعالوا بقى نرص العده بتاعتنا على البلوك بالشكل دوت عشان خاطر النظام اهم حاجه. ويلا بينا بسم الله، اول استفتاح معانا. في واحده تانية اهي، نحطها في البرطمان هنا. وحط يا باشا في البرطمان على طول عشان ايه ما يموتوش منك. بصوا اهو هنا اهو في البرطمان. بس يلا بينا. الجمبريه اصطادتها دلوقتي، شكلها عامل ازاي. تمام، خلينا بقى نكمل صيد، واللي هصطاده هحطه في برطمان عشان ما يموتوش. الصلاة على النبي. بصوا اللقطة التالتة، الملقاف طالع مليان لدرجة ان انا خفت البرطمان يتملى ومعرفش احط الجمبري فين. بصوا بقى يا جدعان، ده شكل الجمبرية على الطبيعة، عشان خاطر وانت بتصطادها هتلاقي عينيها محمرة كده كأنها ايه زي شخصيات الانمي. فلما تلاقيها بتنور كده في المية تروح منزل عليها ملقاف بالراحة ومطلعها لفوق زي ما انا عملت مع الجمبرية دي كده. بصوا يا جدعان، اسهل فلوس هتكسبوها في حياتكم. وبعدين بصوا الرزق ما شاء الله، طالما الرزق حاضر كده هتتكيف بعيدا عن الشغل والفلوس، استمتاع فاهم وانت عمال تصطاد كده. يعني بصوا حتى الجمبريه دي انا اصطادتها بالطبق، انت متخيل ان الجمبريه كتير لدرجه ايه ان انا اصطادتها بالطبق الفل دوت ورميتها على طول في الجردل. ودول يا جدعان حبه تانيين
بعيدا عن اللي فات ده انا حطيته في البحر تاني عشان خاطر لما حد يعوز ابقى اسحب منه في شبكه يعني. ودوت انا حاطط عليه خرقه مبلوله عشان يعيش، عشان خاطر اصطاد منه. ولو انت عايز تحافظ على نطاط حي وهو جنبك، يا تحط عليه خرقه مبلوله بميه البحر، يا اما تحطه في ميه عادي من البحر. بس لازم تخلي بالك من حاجه مهمه قوي، ان الميه دي تغيرها كل شويه عشان خاطر هما بيتنفسوا الاكسجين اللي فيها، فبيتخانقوا بعد كده وبيموتوا. وده اللي حصل معايا للاسف، ان انا نسيت اغير الميه وزودت جمبري كتير، فبقى عدد كبير على ميه قليله، فقعدوا يتنفسوا الاكسجين في الميه كله لحد ما اتخانقوا وماتوا. فخلي بالكوا يعني من الحته دي. وبس كده. ورجعت لكم تاني يا جدعان، انا عم ترتر السلحفه. لو اي حد صادف في اي وقت من اوقات سلحفه اوعى يصطادها ولا يجي جنبها عشان دول مهددين بالانقراض. خليك ان انت عم ترتر. طب يا جدعان وبكده يبقى انتهى الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. مش عارف تاني بعد دحيح سيكه كده بس ماشي. بصوا ايه اتبهدلت ازاي من الشغل. لو تلاحظوا انا دايما بحاول اقول لكم على الحاجات اللي تعملوها باقل الامكانيات، يعني عشان تخش في اي حاجه سواء اي حاجه انا بعملها بحاول دايما اقول لك اقل الامكانيات اللي تبدا بيها مش اعلى الامكانيات، لان انا عامل حسابي ان في ناس ممكن ما يكونش معاها الامكانيات او الماديات ان هو يبدا في اي مجال ايا كان، مش شرط بس صيد النطاط او الصيد او خلافه، دي امكانيات عاليه. فاهم ازاي؟ في ناس معاش. وانا اصلا انا بدايتي في اليوتيوب كانت بعجله خرده، جبتها من الخرده وصلحتها والدنيا ماشيه بعد كده. فانت ابدا اوعى تخلي الامكانيات عائق ان انت تبدا في اي حاجه، لان دوت ممكن يبقى حاجه حلوه في حاله واحده لو انت اصلا محترف داخل في حاجه محترف، ساعتها انت عارف انا هتجيب الحاجات دي عشان اعمل بيها كذا. فاهم؟ انما انت اصلا لسه داخل في حاجه جديد، فانت ليه تقول لي عايز اجيب امكانيات عاليه وانا لسه داخل في حاجه جديد؟ فاهم؟ يعني النصيحه دي ركز عليها قوي، لان انت ممكن الحاجه اللي انت داخل فيها دي ما تعجبكش وما تكملش فيها، يبقى انت صرفت في عده مثلا وبعد كده العده دي هتتركن او مش هتعرف تبيعها. طب ليه؟ او تبيعها مثلا بسعر قليل ان هي بقت يوزد. فاهم ازاي؟ فانت دايما لما تبدا في اي حاجه جديد ابدا باقل الامكانيات. واهم حاجه عشان تعمل الموضوع ده حاجتين عشان تنجح فيه. اول حاجه تبقى راضي، يعني ما تقارنش نفسك بحد. يعني مثلا النهارده نزلت اهوت بملقاف انا عامله على ايدي، فاهم؟ واشتغلت جبت شويه نطاط، فاهم؟ ما اروحش بقى اقول بص يا عم الراجل الفلاني اللي كان شغال جنبي معاه نطاط اغلى جايبه ب 200 300 جنيه واخد اكتر مني يبقى انا كده هقارن نفسي بيه. هيبقى هنا مش مظبوط، هنا يبقى فيه غل. فاهمني؟ لا ما اعملش كده. فاهم؟ اقول لا الحمد لله يا رب، اما انت كريم يا رب على الرزق اللي انت رزقته لي، وربنا يكرمه هو كمان، عشان لما ادعي غيري بالبركه او ان ربنا يكرمه ساعتها ربنا يكرمني انا كمان. فاهم؟ يعني اتمنى لاخوك الخير عشان ربنا يرزقك بالخير. فاهم حاجه؟ فدايما نقول الحمد لله وارضى من جواك عشان ساعتها ربنا هيكرمك احسن من اي حد. ده اولا. ثانيا تكون بتعمل حاجه انت بتحبها، عشان ساعتها انت هتبقى بتستثمر او بتدفع فلوس في الحاجه دي وانت مبسوط. فاهم؟ محدش غصبك او محدش مضطر تعمل كده، لا انت حابب تعمل كده. فاهم؟ فزي ما قلنا حاجتين، ترضى وما تقارنش نفسك بحد، وتعمل حاجه انت بتحبها، وربنا يرزقني ويرزقكم جميعا. يعني اقول لك مثال، انا كنت بشوف ناس بيروحوا يشتروا مثلا معدات صيد غاليه جدا وهم ما عندهمش لسه خبره، بس هم داخلين بحماس فبيصرف، وفي الاخر بيلاقي نفسه ان هو ما اصطادش فيتخنق او معنوياته تقل، فبعد كده تلاقيه ما اشتغلش تاني. وواحد تاني تلاقيه شغال باقل الامكانيات وعدته هو اللي بيعملها كلها بايده هاند ميد، وبعد كده تلاقيه بيشتغل وربنا بيكرمه فيتحمس ان هو يشتري عده احدث وعده اغلى. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ان ده شاف الدنيا وعجبته وبعدين فخد فيها خبره، فلما يشتري عده احسن هيعرف يتطور ويعرف يستعملها ازاي. بس ده دخل بحماس والحماس ما ساعدهوش لان هو ما لقاش الحاجه اللي هو كان متوقعها، فمعنوياته خابت وبالتالي مش هيكمل في الحاجه اللي هو كان داخل فيها. فدايما ان انت تبدا باقل امكانيات ده مش مجرد بس ان انت لو معكش، لا ده كمان ده مهم لو انت لسه هتبدا في حاجه جديده، ولو محتاج نطاط او لو اي حد محتاج نطاط، يعني تعرف حد بيصطاد، حد قريبك انت بتصطاد، اي حد محتاج نطاط كلمني وان شاء الله هوفر لك لو قدرت. هو بس كده اهوت. وبكده يبقى الفيديو بتاع النهارده انتهى. ما تنساش لو عجبك الفيديو تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتحط لايكه. هشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كان معاكم محمود سولو، سلام.